والنهارده بقى هقدم لكم احلى والذ طبق، الطبق اللي لازم يبقى موجود على سفرتك مع كل الاكلات. طبق الخضار السوتيه المشكل بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبق مفيد جدا وغني بكل العناصر الغذائيه زي ما انتوا شايفين بالشكل الجميل ده. مفيد معاكي بقى للاطفال والكبار وللدايت، حلو قوي للدايت. جمعنا الخضار كله في طبق واحد بالشكل الرهيب ده. وهعرفكم بقى معايا دلوقتي اسرار الطبق الرهيب ده بكل تركاته. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي اسماء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير عشان يوصل لكم معايا كل جديد. يلا بينا نبدأ. ومعانا هنا بقى اول حاجة في طبق النهاردة تشكيلة الخضار الجميلة دي بالشكل ده، كلها حاجات طازة يعني فريش. نبعد عن المجمدات شوية. كل الخضار بقى معايا النهاردة بالشكل ده مسلوق. معايا هنا كوسة مسلوقة وفاصوليا خضراء، بطاطس، بسلة، جزر، ومعايا هنا كده واحدة بصل مقطعة تقطيع جوليان، ومعلقة توم مهروس، يعني كلها حاجات فريش. ومعايا هنا بقى تاني حاجة صينية رفعتها على النار او طاسة ونزلت فيها بمكعبين من الزبدة، وممكن تبدلي بقى الزبدة بزيت زيتون، زيت ذرة، اي حاجة تحبوها. وهننزل فيها بالبصل والثوم بالشكل ده. هشوحه تشويحة بسيطة وبعدين هنزل بقى بكمية الخضار بتاعتي. وهضيف هنا كمان للبصل بقى شوية حركات كده ينكهوا الدنيا معانا. اول حاجة هنا رشة ملح حلوة كده محترمة، ورشة فلفل اسود كده خفيفة، ورشة كمون، رشة كاري كده بسيطة، توم بودر بقى وبصل بودر، حاجة كده بتنكه الطعم معايا. وهنا كمان معايا رشة زعتر كده حلوة بالشكل ده، ومكعب المرق بقى ده اللي بيدي طعم بقى وريحة يجننوا. وهقلب فيهم بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. البصل بس يشرب من التوابل معايا وهنزل بالخضار على طول. وهننزل دلوقتي بالخضار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انزلي بقى بكل كمية الخضار. عايزة اقول لكم الريحة تهبل بقى، الزعتر مع الكاري وباقي البهارات بتاعتي ريحته تهبل بجد، ده غير الطعم بقى اكيد حكاية. وهقلب بقى هنا الخضار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قلبته كده بالشكل ده، يعني دمجت بقى كله مع بعضه، البصل والبهر والثوم كله مع بعضه بالشكل ده. وهتسيبيه على نار هاديه لمده دقيقتين. هو اصلا كل الخضار مستوي معايا، بس انا هسيبه كله بقى يندمج مع بعضه، البهارات والبصل والحاجات الجميله دي. مش هقفل عليه طبعا بغطا، لاني عايزه احتفظ بالالوان الجميله دي كده زي ما هي فريش. وفي السلق كمان ما قفلتش عليه باي غطا، لان البخار بقى مع القفل هيدبل اللون خالص. ودلوقتي بقى طبقنا جاهز معاكم بالشكل الجميل ده. بصراحه بقى طعمه وريحته حكايه حلوة قوي، وكمان غني بكل العناصر الغذائية، مفيد معاكي بقى للاطفال جدا. تقدروا بقى كمان تضيفوا عليه بروكلي مسلوق، مشروم، اي حاجة تحبوها ضيفوها عليه. وينفع معانا كمان للناس اصحاب الدايت. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير عشان يوصل لكم معايا كل جديد. باي باي. وهنزل هنا بقى بتركاية حلوة كمان، كبشة شوربة، يعني اي شوربة موجودة عندك بقى، شوربة فراخ، شوربة لحمة بالشكل ده. انا بحب الخضار كده يبقى يعني طري وفيه صوص سنة بالشكل ده. وهسيبه بقى لمدة دقيقتين وهقفل عليه. وقفلت على الخضار كده بعد حوالي دقيقة، ودلوقتي هو جاهز معايا للتقديم.